وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة تهنئة خاصة إلى النجم السعودي الشاب سعود عبد الحميد بمناسبة انتقاله إلى نادي روما الإيطالي. جاءت هذه التهنئة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الرياض، حيث أكد للشيخ على أهمية دعم المواهب السعودية الشابة. وقال للشيخ في كلمته: أبارك لسعود عبد الحميد، الاحتراف في روما شريكنا الاستراتيجي، ولدينا اتفاقية معهم لخوض مباراة هنا، وقد نشاهد مباريات حفل اعتزال مع روما. هذا التصريح أثار حماس الجماهير السعودية، حيث يتوقعون أن يشهد موسم الرياض العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباراة قد تجمع سعود عبد الحميد بقميص روما مع أحد الأندية الأربعة الكبرى بالمملكة. وتابع رئيس هيئة الترفيه: يوجد أكثر من لاعب نفكر أن نقيم له اعتزال خلال موسم الرياض 2024. لم نحدد حتى الآن ما إذا كانت ستباع تذاكر مباريات الدوري السعودي في منصة ويبوك. وأضاف: تستضيف النسخة الخامسة من موسم الرياض 11 بطولة عالمية و14 منطقة ترفيهية و10 معارض ومهرجانات بمساحة تقدر بأكثر من 7 مليون متر مربع. وفي ختام كلمته فجر للشيخ مفاجأة لجماهير الزعيم قائلاً: ستزيد طاقة الاستيعابية لملعب المملكة أرينا بنسبة 40، وسوف تستضيف عدد من الفعاليات دون التأثير على مباريات الهلال.